لو دايما بتحس انك مش كفاية، لو بتجلد ذاتك على كل غلطة، ولو بتتمنى يكون عندك ثقة بنفسك بس مش عارف تبدأ منين، الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن خطوات عملية وبسيطة تقدر تبدأ بيها تبني ثقتك بنفسك من جوه بجد، مش بس شكلك قدام الناس. واحد، اعرف ان الثقة بالنفس مش غرور. ناس كتير بتتلخبط ما بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة الحقيقية معناها انك عارف قيمتك بس من غير ما تحس انك احسن من الناس، بتحترم نفسك وبتحترم غيرك. اثنين، راقب صوتك الداخلي. جرب تسجل لنفسك كأنك بتتكلم مع صاحبك عن نفسك. هل هتقول عليه انه فاشل؟ اكيد لا، بس ليه بتقول كده لنفسك؟ غير طريقتك في الكلام مع نفسك وهتشوف الفرق. ثلاثة، فكر في إنجازاتك حتى لو كانت صغيرة. نجاحاتك مش لازم تكون عظيمة علشان تستحق التقدير. كل مرة واجهت خوف، كل مرة خدت قرار صعب، كل ده بيثبت إنك أقوى مما تتخيل. أربعة، حدد نقاط ضعفك واشتغل عليها بهدوء. الثقة مش معناها إنك مثالي، الثقة إنك عارف عيوبك ومش خايف منها. ابدأ بحاجة واحدة صغيرة واشتغل عليها كل يوم شوية. خمسة، ابعد عن الناس اللي بتحبطك. في ناس وجودها في حياتك عامل زي السم البطيء، لو كل مرة تقعد معاهم بيكسروك، اسأل نفسك، هو أنا ليه بسيبهم يقنعوني إني قليل؟ ابعد، أو على الأقل احمي نفسك بمسافة. ستة، جرب وافشل وجرب تاني. الثقة مش بتتبني بالكلام، بتتبني بالفعل. كل تجربة جديدة، كل مغامرة حتى لو فشلت بتقويك، والفشل مش عيب، العيب إنك تستسلم. سبعة، تقبل نفسك في كل مراحلها. الثقة الحقيقية بتبدأ لما تبطل تكره نفسك وتبدأ تشوف جمالك حتى وسط التعب، وتسامح نفسك وتحبها، مش تنتظر حد تاني يحبك مكانك. لو وصلت للنهاية فده معناه إنك جاهز تبدأ الرحلة. بس خليك فاكر، الثقة بالنفس مش نقطة بتوصلها، دي طريق بتمشي فيه كل يوم. ابدأ بخطوة حتى لو صغيرة. لو عجبك الفيديو وتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.